مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتهت مقابلة المنتخب الوطني المغربي صباحة اليوم بتعادل بطعم الفوز للمنتخب الوطني المغربي بصفر لمثله. وفي نفس المجموعة انتصر المنتخب البلجيكي على المنتخب الكندي بهدف مقابل صفر. وضيع المنتخب الكندي ضربة جزاء في الدقيقة 5 من الشوط الأول. للحديث في هذا الموضوع ذهبنا إلى حي شعبي من الأحياء بمدينة بركان، حي بوهديلة، واستقينا آراء الجماهير البركانية حول تعادل المنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب الكرواتي. لنتابع. الفريق صراحة هذا النهار ما عجبنيش انايا الاداء ديالو، ما عجبنيش. واخا غادي نقولوا لعبنا مع كرواتيا واصف، يعني لعبت نهائي كاس العالم الماضي، ولكن كما نقولوا ما عجبنيش شي حوايج تما في المنتخب، يعني لا يبشرون بالخير. وحنا كمغاربه راه القلوب ديالنا واخا هما راهم كنشوفوا فيهم على الشاشه بحال رانا كنلعبوا اكثر منهم، القلب ديالنا كيلعب اكثر منهم. يعني كاين بعض الاشكالات تما كنشوفوا في لاطاك، ما كانش شي انسجام اللي كما نقولوا انسجام، ما كاينش انسجام اللي يفرحك. من اخص واحد جوج ديال الكواري اللي حكيم زياس دوزهم النصيري وما استغلوش، صافي هذوك جوج ديال الفرصات اللي طاحوا. ما يمكنش فريق غادي يلعب على جوج ديال الفرصات، يعني هي حقيقه كتلعب الربحه، كتلعب على جزئيات صغيره، ولكن حنايا كما نقولوا ليزان كما نقولوا الناحيه ديال بوفان، الناحيه ديال زياش، كان واحد البريسينغ، يعني كان واحد البريسينغ كان خصنا لعابه اخرين اللي يعطيونا الحل، يعني نخترعوا وسط الميدان، ندخلوا بالكرات الاوسط، نضربوا نسددوا على برا خارج الكاري 18 باش نماركيو باش كذا. ما شفناهمش. يعني الا كنا حكيم زياش نستناوه ولا نستناو بوفان، المنتخب ما غاديش يمشي بعيد. يعني كان وناحي كان لاعب ممتاز، ما كاين، ما بانش، ما فهمتش علاش، يعني ما بانش، يعني ما كانش عندنا كذا. ثاني حاجه التغيير، السونجمون اللي كان سونجمون روطار بزاف. يعني باش دير واحد السونجمون نتايا اللي في 9 دقائق ولا 10 دقائق ولا، راه ما عطيناش فرصه للاطاكو. يعني كان لاعب حسب كلامك انت كمشجع للمنتخب الوطني المغربي، واش كتشوف بان المنتخب الوطني مع وليد الركراكي ماشي هو البروفيل الحقيقي للمنتخب؟ لان المنتخب تعودنا عليه مع هيرفي رونار كيلعب بواحد النزعه هجوميه، تعودنا عاوداني كذلك مع وحيد اللي كيلعب بواحد النزعه دفاعيه، ولكن فيها لاعبين شفناهم في كاس افريقيا كانوا كيوصلوا للشباك. مي وليد الركراكي كنعرفوه مع الوداد البيضاوي رغم بان التتويج ديالو بعصبه الابطال الافريقيه، ولكن وليد الركراكي كيلعب بواحد النزعه دفاعيه اللي فايته اللازم. كما نقولوا شفنا لي ماتش، يعني كما لي ماتش، يعني هذا ماتش بروفيسيونال. شفنا لي ماتش اللي من قبل كان فيهم لمسه ديال اتاكو، كانوا كما نقولوا راه تبارك الله، راه مع ميريكان يمكن وقيلا اللي خسرنا واحد الماتش ولا لي ماتش الاخرين، يعني كانوا فيهم اهداف، شفنا لمسه هجوميه. ولكن في هذا الماتش هذا اللي هو رسمي كما كنقولوا، اللي كل قلوب المغاربه غاديه معهم، ما شفناش واحد اللمسه ديال الهجوم اللي لمسه يعني حقيقيه. شكرا لك. اخر سؤال، واش كتشوف بان المنتخب المغربي بهذا الاداء يعني غادي نقدروا نتجاوزوا بلجيكا او كندا ونصعدوا للدور الثاني، او لا كما نقولوا الجمهور المغربي بلا ما يتسنى شي حاجه من الاداء اللي شفناه اليوم ضد كرواتيا؟ يمكن نقولوا ان شاء الله كما كان، كما نقولوا فينا لمسه وفينا صنع مغربي الى الابد. نقولوا يمكن اليوم ما صعدناش لحد، ما مركيناش تعادل، ولكن بكل صراحه واقولها واتحمل مسؤوليتها. ان شاء الله غادي نفوتوا مع بلجيكا وغادي نغلبوا، والفريق الاخر العلم لله ما غاديش نعرف، ولكن مع بلجيكا ان شاء الله اقولها لك الاخ
واقولها لك من قلبي ومن رؤيتي ومن تحليلي، غادي ان شاء الله نربحوا بلجيكا ان شاء الله، نربحوها ان شاء الله. هذا هو اللي نقول لك اخو، اشكرك واشكرك. شكرا. دونوا عندكم وسوف اعود لك في حالة المنتخب المغربي فاز على المنتخب البلجيكي. ان شاء الله ان شاء الله، هنيئا للمغاربه ان شاء الله. شكرا. كانت مباراة في المستوى ديالهم ويقدروا يتجاوزوا ان شاء الله دور المجموعات، ونتمنوا لهم التوفيق. و كانوا عندهم الماتش زوين، غير خصهم شويه يقلعوا شويه ديال لا ستريس ديالهم وصافي. ان شاء الله. ما كتشوفش انت كمتتبع المنتخب الوطني المغربي، يعني البروفيل ديال وليد الركراكي، الى جينا نقولوا واش يعني هذا هو الوقت اللي غادي يبدي الجمهور المغربي ينتقد وليد الركراكي على النزعه الدفاعيه ديالو، ولا يعني المنتخب الوطني المغربي كتشوفوا بان راه غادي مزيان، خاصه بان كتشوف بان عندنا مشكل في وسط الميدان، يعني كاين فراغات. الا جينا نتكلموا على مودريتش 37 سنه، يعني لقى الفجوه قبيله، لولا الحظ كنا غادي نكونوا منهزمين بواحد جوج ديال الاهداف. ماشي هذا هو الوقت المناسب يعني باش تهضر تنتقد المدرب، تنتقد شي لاعب، ولا باش غادي تجي تقول له يعني علاش ولا هذا، ماشي ديال الوقت المناسب ديالها. اخر سؤال، ما كتشوفش بان المنتخب الوطني المغربي مازال ما لقاش يعني تسعه صريح اللي يلعب به، يمشي به للشباك؟ لان شفنا بوفال، شفنا نصيري، شفنا حمد الله، ولكن يعني النتيجه انتهت 0-0. يعني في التخيلات ديالنا احنا كمتتبعين، يعني قبل ما يبدي كاس العالم اي واحد غادي تقول له عندي زياش، عندي بوفال، عندي لاعبين يعني اللي كيمشيو للشبكه، غادي يقول لك نضربوا كرواتيا بتغماض العينين. ولكن فاش بدات المقابله شفنا شيء اخر. واش هذا الشيء كتشوفوا بان انت الخلعه ديال المقابله الاولى، ولا اللاعبين مازال ما لقاوش داك التجانس؟ بن نصري كان في المستوى ديالو، جاتو كره واحده من عند زياش، يعني الكواري ما كيتعطاش اصلا للتسعه، يعني ما كيفوتوش الكواري باش غادي يعني تحكم على التسعه، يعني ما جاتوش شي فرصه باش غادي تحكم عليه ولا خصك تسعه ولا ما خصكش تسعه. اول حاجه خص يكون عندك بهاد الاجنحه عاد غادي تفكر في التسعه.